الدكتور طلبت مننا نعمل حديقه مائيه مصغره، واللي احنا عملناه كان مفاجاه محدش توقعها. احنا قسم الزهور والزينه، وده مشروع التدريب الصيفي. تعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجه بدانا نختار التصميم اللي هنعمل شبهه، وده التصميم اللي هنشتغل عليه، بس هنعمله على دورين. روحت البيت ودخلت عند الحمام واستاذنتهم في احلى طبق فخار عندهم. غسلت الطبق كويس وجبت صنفره وصنفرته ودهنته. بعد ما خلصت اكتشفت ان هو صغير جدا ومش هيكفي. فجاه سمعت صوت رساله والتيم لقيته اتسرب وعمل طبق حجمه اكبر بالاسمنت. بجد عاش للتيم. رحت لهم الكليه وخدت الطبق والدهان معايا، وبعد ما صنفرنا ومعجننا طبق الاسمنت هنبدا اللي احنا ندهن. جهزنا الدهان وبدانا ندهن الطبق، والدكتور ساعدنا بنفسه في الدهان. واللي بيميزنا ان الفريق متفاهم ومتعاون جدا، وبقى معانا بالشكل ده. استنيناه ساعتين ينشف وبعدين ادينا له وش لميع. بعد ما نشف بدانا نحطهم على بعض وناخد المقاسات عشان نثبته. بعد كده بدانا نركب الموتور ونلزقه. ثبتنا الموتور وحطينا الزلط وجربنا الاضاءه والموتور، ولحد هنا كل شيء ماشي تمام. بس فجاه الطبق اتكسر. في لحظه التيم اتجمع وحاولنا ان احنا نلحقه ونصلحه. جبنا لزق قوي وبدانا ان احنا نلزقه، وعلى ما ينشف جينا نوصل الاضاءه ما اشتغلتش. المشاكل بتيجي ورا بعض. فهمتهم ان كهربائي وفجاه اشتغلت، وصدقوا اني كهربائي بجد. لزقنا الاضاءه والزلط وكل حاجه حرفيا، وجه الوقت اننا نحط الدور اللي فوق. بعد ما رتبنا الصخور جه الوقت اننا نحط الميه ونجرب. اشتغلت وفرحنا جدا، بس حسينا ان ناقصها حاجه. روحت بعد يوم طويل وايدي شكلها باظ. تاني يوم جبنا نباتات عشان ندي الشكل الطبيعي. قبل ما نحط النباتات الكسر ده محتاج دهان، وبقى معانا بالشكل ده. جبنا ستاند عشان نحط عليه الحديقه وصنفرناه ومعجناه ودهناه. ركبت فيه مشترك كهرباء عشان المنظر يبقى مرتب، وبقى معانا بالشكل ده. بعد ما خلصنا جه الوقت اننا نحط النباتات. حطينا نباتات في الجنب عشان تدي منظر جمال، وحطينا نباتات طفو على سطح الميه، وده الشكل النهائي. هسيبكم تستمتعوا بالمنظر. واحنا بنستمتع بالمنظر فجأة جالنا رسالة بتقول مشروعكم هيتعرض في معرض، استنوا الجزء الثاني واحنا في المعرض.